بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتنا الحلوة كده، القصيرة اللذيذة بسرعة كده. علشان الدنيا حر جدا وواحد ما بيقعدش في المطبخ كتير. بس طبعا نعمل ايه؟ لازم هناكل. فعلى قد ما بنقدر بنخلص الحاجات بسرعة، يعني بنعمل حاجات بسرعة. أنا النهاردة هعمل حاجة، يعني هي مش بسرعة ولا حاجة، بس أنا بعملها بسرعة. وأكتر الوقت اللي بيبقى فيها القعدة، يعني بقية الأكلة بعملها كلها وأنا قاعدة، وممكن بقى أفتح المروحة وأقعد كده بعيد عن المطبخ شوية، فبتبقى سهلة يعني إن شاء الله. بس لو كنتي أول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك للفيديو عشان يرتفع. احنا النهارده هنعمل محشي. طبعا المحشي ده يعني ده الكينج بتاع كل البيوت المصرية. طبعا أنا بموت فيه، أنا والعيلة كلها يعني. فيوم المحشي ده بيبقى يعني فرحة زي ما يكون بالظبط كده عيد. المحشي ده احنا بنحبه جدا. دلوقتي احنا هنعمل، بس انا هعمل النهارده ورق عنب وفلفل. بصراحة أنا عملت فلفل على أساس إن يعني تبقى حاجة سهلة جنب ورق العنب. تتعمل بسرعة وفي نفس الوقت تبقى تنفع للأكل، يعني تشبع يعني جنب ورق العنب. بس أنا بجد لقيته طعمه كان مسكر جدا وفي منتهى الجمال. أنا عن نفسي كلته أكتر من ورق العنب. دلوقتي احنا طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل المحشي كله بطريقة اللي هي التسبيكة. مش بعمل ني في ني، غير بس العزبان. هو ده اللي انا بعمله ني في ني، لكن غير كده بعمل تسبيكه. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان انا اللي علمني التسبيكه دي بتاعت المحشي كانت واحده جارتي عزيزه عليا جدا جدا جدا. وكنت زمان بعمل كل الاكل محشي. مامتي كانت بتعلمني كده. وبعدين واحدة جارتنا، يعني أكتر من اخوات كنا مع بعض. في مرة هي عندها ناس من الصعيد وكده، قالت لي جربي اللي هي المحشي بالتسبيكة دي. وفعلا جربته بالتسبيكة، ومن ساعتها أنا بعمل كل المحشي بالتسبيكة. وببعت لها تحية كبيرة جدا عشان أنا بحبها قوي قوي، هي وأخواتها كلهم. وبجد الجيران دي رزق. وربنا يا رب يوعدكم كده بجيران زي كانوا جيراننا دول. يا رب ربنا يكرمهم. انا دلوقتي عملت نضفت الفلفل. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بسيب الحته اللي فوق الغطا ديت، بتبقى حلوه قوي. اولا بتساعد على يستوي بسرعه، بيبقى طري الرز جواه. فبتبقى حلوه قوي. ما نقطعهاش يعني ونرميها. وعملت ضربت في الكبه البصل. وضربت الطماطم برضو في الكبة. أنا كنت زمان بقطع على إيدي كل حاجة، طبعا كان بياخد مني وقت كبير جدا وكان مجهود جامد جدا جدا. فطبعا أنا يعني خدت بالي من حكاية الكبة دي، لأن أنا مش عايزاها تبقى صلصة. فالكبة بقى طبعا بضربها، يعني بحيث ان يبقى ما تبقاش ضربة ناعمة قوي، بتبقى خشنة شوية. فبتبقى زي الإيد وتبقى أسهل طبعا وأسرع. ضربت البصل، حطيت بقى في صينية زيت، وحطيت على الزيت دوت البصل، وحطيت شوية ملح وفلفل أسمر. وبعد كده حطيت الطماطم وشوية مية بسيطة كده عشان تسبك معاها. وسبكناها لغاية ما الطماطم سبكت وبقت استوت يعني. حطيت الخضرة، وطبعا شايفين الخضرة أنا حافظاها، لأن أنا نسيت إن أجيب خضرة. فطبعا حكاية حفظ الخضرة دي حاجة حلوة جدا على فكرة. تنفعنا في الأيام اللي الخضرة فيها بتبقى غالية جدا وصغيرة كده وملهاش أي لازمة. وبتنفعني لو نسيت، يعني أنا وقت زي ده أنا نسيت أجيب معايا الخضرة وأنا جاية من السوق. فما وقفتش طبعا ولا دورت على حد يجيب لي خضره، ولا انا نزلت تاني. فطبعا جبت اللي هي كنت حافظاها في التلاجة، حطيتها عادي، وبتبقى في منتهى الجمال وفريش. هي بتنفع في كل حاجه غير السلطه، يعني اي حاجه تنفع فيها بتتحط على النار. محشي، عجه، اي حاجه بتحط على النار بتحط الخضره وهي محفوظه تمام. وقلبتها كويس، وبعدين حطيت الرز وقلبته كويس. وبعدين انا لما بلاقي الطماطم فاتحه شويه او الخلطه فاتحه شويه، بحط معلقتين صلصه. واقلبهم كده. هي طبعا بتدي طعم حلو برضو الصلصه. وعايزه اقول لك ان انا ما بحطش اي حاجه في المحشي غير ملح وفلفل اسمر بس.
وبعد كده جبت بقى ورق العنب. انا ورق العنب بلفه بايدي طبعا، مش بمكنه ولا حاجه، فان شاء الله يبقى سهل عليكي وانا بعمله كده، وما بعرفش احطه في طبق ولا الفه ولا كده. ببقى سهل عليا اكتر هو في ايدي. بحط الطبق الورقه زي ما انتم شايفين كده، الرفيعه من تحت والعريضه من فوق، واحط فيها الرز، وبعدين الفها لفتين واجيبها واقفل عليها من الشمال ومن اليمين، واكمل لف تاني. ولازم تديها هي الماسكه دي، الحته الاخيره دي اللي بنمسك فيها نقفل علينا ايدنا كده في المحشي، دي لازم تقفلي ايدك على المحشي. بتقفل طبعا الورقه ومتخليهاش تفك وهي في الحله، وبتبقى يعني اللفه حلوه قوي. طبعا انا لفيت اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا الورق العنب بيبقى يعني تعب جدا في لفه، وعشان كده انا ما اقدرش اجيب اكتر من يعني نص كيلو. فطبعا احنا كتير، فرحت مفكره في حاجه جنبه كده. لقيت الفلفل سهل، وبنت ما انتوا شايفين بيتعمل بسرعه، يتقور كده بسرعه. فعملته هنا. عملت ورق العنب، انا عملت شويه من ورق العنب، وبعدين عملت لكم كمان شويه من الفلفل. وبعد كده طبعا قعدت مع نفسي بقى، عملت بقيه الحله بتاعت ورق العنب والفلفل. وانا طبعا بعد ما بخلص الحاجات دي بعمل لها اللي هي الحاجه اللي بنحطها بقى عشان السوا، اللي هي الميه بنحطها في السوا. في ناس بتحط شوربه، بس انا ما بحبش الشوربه في المحشي، بحبها قوي بالميه دي. انا بحط ميه بتغلي على النار، بحط فيها ملح وفلفل اسمر وصلصه. افضل احط بقى معلقه الصلصه واقلب كده لغايه ما الاقي الميه بقى شكلها حلو، يعني زي ما انتم شايفين كده فيها صلصه، لان الصلصه دي بتدي طعم حلو قوي. وبنحط دي بقى المرق، مكعب المرق. انا بطلت مكعب المرق صراحه في كل اكلي. يعني بقى حطيت بداله البهارات اللي هي الباودر العاديه. بس في صراحة الحاجة الوحيدة اللي لسه ما بطلتش ان انا احط فيها المرقة، بس ان شاء الله ابطلها قريب. بعد كده بنسقي بيها الورق العنب. انا بسقيه بالكبش كده عشان ما يفتحش مني، ونسقيه لغاية ما المية تبقى باينة كده. وبعد كده بنحط عليه طبق زي ما انتم شايفين كده، بس يكون بيستحمل النار، ونغطيه ونسيبه طبعا على نار هادية. وده شكله المحشي الجميل. وانا عملت جنبه سلطة زبادي، هبقول لكم طريقتها مرة تانية وجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.